كلمة حق لكل المدريدية اللي بيبقوا زعلانين ليه في ماتشات الكلاسيكو اللي احنا نقدر نكسب فيها برشلونة بسكور، اللي احنا مش بنعمل كده ومش بنقدر ندوس على وشهم زي ما هم بيعملوا. الموضوع بكل بساطة وبكل صراحة ان في حاجز نفسي ريال مدريد مش عارف يكسره من ايام برشلونة ميسي، حتى بعد ما الواد ده خرج تحس ان هم في اضعف احوالهم ممكن يكسبونا عادي. وانا نفسي زي كل المدريدية ان احنا نكسر الحاجز النفسي ده ونيجي في ماتش كلاسيكو كده نكسبه بسكور. ولنا في موسم تشافي الاولاني افضل مثال على كده. لو فاكر كان ميسي خلاص مشي من برشلونة وبرشلونة كانت خلاص رايحة من اسوأ لاسوأ، وكنا بنقول بقى خلاص ديت الفتره اللي ريال مدريد هيركب فيها القطر ويطير. جه المعلم تشافي بشويه لعيبه كسر زي اداما تراولي وفيران توريس كانوا لسه جايبينه من مانشستر سيتي، والمعلم اوباميانج كان جاي شطب كوره وكسبونا 4 في السنتير. رغم ان انا كان نفسي الونسو يعملها النهارده بس مش قادر الوم عليه، عشان ده يعتبر احسن ماتش تكتيكي الونسو عمله من يوم ما وصل مدريد. وما تنساش ان احنا وكان كله قاعد لالونسو بالمشنقه، وهو الراجل برده كان عارف كده واعصابه تعبانه. فخلاص الماتش ده هيديله ثقه وهيخليه يهدى شويه وهنشوف الونسو تاني خالص. ما تنساش ان احنا بقالنا سنه ما كناش عارفين نكسب برشلونه، فالراجل قال لك اللي يهمني المكسب ما يهمنيش السكور.